السلام عليكم. الفيديو ده إن شاء الله هنعرف فيه إيه هي أسباب منع إن الخدمة بتاعتك تتقبل في موقع خمسات، وكمان أنا لو عندي خدمة ولقيتها اتحذفت إيه هي أسباب الحذف بتاعتها. فكل ده هنلاقيه في موقع خمسات. نضغط على التلات شرط، بعدين نروح عند خمسات هنلاقيه في شروط الاستخدام، نختار البائعين وبعدها الخدمات. هنا بيقول لك أول حاجة جودة الخدمة، لازم في وصف الخدمة بتاعتك تكتب الخدمة بالتفصيل بكل حاجة. زي ما قلنا انت مثلا لو بتقدم مقالات والمقالة لازم تكتب فيها ان انت هتقدم مثلا في المقالة 500 كلمة مقابل $5 مثلا، ولازم تكون الخدمة والوصف بتاعها ونماذج الأعمال الصور اللي انت بترفعها مع الخدمة انت اللي عاملها بنفسك، وما تكونش واخدها من أي حتة أو أي مكان، لأن الموقع لو عرف اللي انت واخدها أو ناسخها من أي مكان هيقفل لك الخدمة. بعدها هنا بيوضح لك إن في خدمات ممنوعة تقدمها على الموقع خمسات. الخدمات السياسية الطائفية، لو أنت تعمل فتوى أو رقية شرعية، الحاجات دي كلها لو أنت الخدمة بتاعتك خدت عليها تقييمات سلبية كتير الخدمة بتتحذف. ومثلا الخدمات اللي هي بتقول لك الخدمات بتاعت إنشاء حساب أو استرداد حساب مسروق منك، الحاجات دي كلها لو في خدمة بتنتهك حقوق الملكية الفكرية تتمسح برضه. ولو في مثلا خدمات بتخليك تضطر تطلع تعمل تعامل أو تكلم حد بره موقع خمسات الخدمة دي بتتحذف برضه. وبرضه الخدمات اللي فيها تسويق فوركس، أي حاجة تسوق إلكتروني، زيادة متابعين. الخدمات الطبية برضو ممنوعة، لو أنت تعمل واجب أو بحث أو مشروع تخرج لطلاب برضو ده ممنوع على الموقع. والخدمات اللي بتحتاج مثلا تعرف معلومات شخصية أو حساسة جامد عن الأشخاص، مثلا لو أنت محتاج البطاقة بتاعة البنك بتاعة حد، الفيزا أو الحساب البنكي عشان مثلا تشتري له حاجة، الحاجات دي كلها ممنوعة على موقع خمسات. دي الحاجات اللي أنت لما بتبعت الخدمة بتاعتك الموقع بيراجع بناء عليها. لازم الخدمة، لو الخدمة بتاعتك غير محددة زي ما اتكلمنا، بقول لك زي كتابة مقال دون تحديد عدد الكلمات مقابل سعر الخدمة، يعني لو خدمة غير محددة بالظبط انت هتعمل فيها ايه، الخدمة بتاعتك هتترفض وهترجع لك ويقول لك نعدل الحتة دي فيها. لو انت اضفت نفس الخدمة مرتين على الموقع الاكونت بتاعك كل الخدمتين هيتمسحوا من عندك. ولو انت كتبت خدمة بلغة غير اللغة العربية الفصحى لازم تستخدم الفصحى، ما ينفعش على الموقع خمسات تستخدم مثلا العامية المصرية او اللهجة المصرية. والخدمة مثلا لو انت قلت ان الخدمة ديت بتحتاج منك شهر عشان تنفذها، ما ينفعش العميل يضغط على زر، ما ينفعش تبعتها للعميل والعميل يضغط على زر الاستلام إلا بعد مرور 15 يوم. فلازم الوصف بتاعك لما انت تكتب مثلا الخدمة بتاعتي محتاجة 15 يوم، ما ينفعش مثلا تسلمها إلا بعد 15 يوم، لأن الحوار ده هيخلي الخدمة بتاعتك تتقفل أو تتمنع. والخدمة بتاعتك لو فيها عروض أو هدايا برضو بتتمنع. لو انت استخدمت الحاجات اللي بتزخرف في الكلام، الزخارف والحاجات دي كلها ممنوعة. ولو انت ما حطيتش صور في الخدمة بتاعتك او في معرض او ما حطيتش معرض اعمال، ما حطيتش حاجة تبين خبرتك، الخدمة برضو بتتمنع. بيقول لك ما ينفعش تستخدم اعمال منسوخة، لازم الحاجات اللي انت عملتها ما تكونش مولدة بالذكاء الاصطناعي، انت شخصيا انت اللي عاملها. الصورة بتاعت الخدمة اللي هي الغلاف بتاعها ما ينفعش يكون مكتوب فيها كلام انت كاتبه، والصور لازم تكون جودتها عالية، او الفيديو اللي انت بترفعه في معرض الاعمال بتاعك لازم تكون جودته عالية. ولو الخدمة بتاعتك انت كاتب فيها مثلا ايه التليجرام بتاعك، الواتس بتاعك، اي حاجة تخلي العميل يطلع بره الموقع خمسات يتواصل معاك عن طريقها، الخدمة دي بتتحذف على طول. وما ينفعش تجبر العميل ان هو يتواصل معاك. بعدها في حاجات بتخلي ان الحساب بتاعك يتقفل من على الموقع خالص ويتحذف، فلازم تاخد بالك منها. علشان مثلا انت لو اشتغلت لمدة سنتين وتعبت على الموقع وتقييماتك بقت كويسة على الموقع، لو وقعت في حاجة من الحاجات ديت الموقع بيقفل الحساب بتاعك. مثلا عندك إرسال طلب استلام الخدمة أو إقناع المشتري بقبول الاستمرار للحصول على مبلغ الخدمة قبل تنفيذ الخدمة بالكامل. يعني ما ينفعش مثلا الخدمة بتاعتك أو الحاجة اللي هو طالبها منك ما تكونش لسه خلصت وما تكونش سلمتها له، وتخليه يضغط على استلام، على زرار الاستلام بحيث إن أنت تاخد فلوسك. الموقع لو اكتشف كده أو العميل اشتكى الحساب بتاعك بيقع أو بيتقفل أو بيتحذف. لو أنت قدمت خدمات أنت مش بتعرف تعملها، أو خدت تقييمات سلبية كتير قوي على خدمة أنت بتعرفش تعملها، أو بتعمل بيع أو عرض المحتوى منسوخ مش بتاعك، الحساب بتاعك بيتقفل. برضه نفس الكلام هنا، نماذج أعمال منسوخة من بائع تاني مثلا أو من موقع تاني وبتظهرها عندهم هنا في الموقع، أو حاجات معمولة بالذكاء الاصطناعي، تصاميم أو معرض أعمال أو الشغل اللي أنت حاطه هو مش شغلك أصلا. الحوار ده بيخلي الموقع بتاعك أو الصفحة بتاعتك أو الملف الشخصي على موقع خمسات يتحذف. لو تواصلت مع العميل بره الموقع خمسات أو طلبت منه يدفع فلوس بره موقع خمسات الحساب بتاعك بيتقفل. وهنا بيقول لك لو في البائع اللي هو أنت حاولت تتفاوض مع المشتري على عمولة الموقع
أو تحمّله العمولة أو تحاول تعمل أي تهرُّب من دفع العمولة بتاعة الموقع. كل الكلام ده موقع خمسات هيقفل لك الأكونت بتاعك. لو أنت مثلًا الخدمة بتاعتك أنت كاتب إنها ب10$ وحاولت مع العميل إن هو يدفع أكتر من ال10$ اللي أنت محددها، نفس الكلام الحساب بتاعك هيتوقف. وهنا برضه عندك تقديم الخدمة لمدة محدودة ثم الانقطاع عن التنفيذ بتاعها. يعني أنت لو عملت خدمة أو حد طلب منك خدمة وأنت وافقت عليها وبعدين اختفيت من على الموقع، الحساب بتاعك هيتقفل. وبرضه ممنوع على موقع خمسات حد يعمل دور الوسيط. يعني أنت مثلًا لو شُفت حد عايز مثلًا ملف Word لحاجة معيّنة وأنت مثلًا ما تعرفش تعمل الWord ده، فأنت خدت منّه الطلب بتاعه ده ورُحت شُفت freelancer تاني يعمله لك، أنت كده بقيت وسيط، فالموقع بيمنع الحاجات ديّة. وعندك هنا بيقول لك لو أنت حاولت تسحب الأرباح بتاعتك عن طريق حساب بنكي بتاع شخص تاني، لازم يكون اسمك اللي في الموقع هنا في خمسات هو نفس اسم الحساب الشخصي بتاع البنك. لو عملت كده الحساب بتاعك هيتوقف. فباختصار كده اللي إحنا نطلع منّه بالفيديو ده إن أنا لازم أقرأ المقالات اللي موجودة على الموقع كلها، وأقرأ كمان شروط الاستقبال اللي موجودة في الموقع عشان أعرف إيه اللي ممكن يمنع الخدمة بتاعتي تتقبل على موقع خمسات، وإيه كمان اللي بيعرضني للإيقاف الحساب بتاعي بشكل نهائي، لأن ممكن تشتغل زي ما قلنا سنتين على الحساب بتاعك وبعد كده الحساب يتوقف، فده بيكون ضرر كبير أو إضاعة للجهد اللي أنت عملته طول السنتين. فممكن ما تكسلش وتقرأ شوية في الشروط دي لأن ده هيوفر عليك قدام كتير. وبس كده، ده كل حاجة كنا عايزين نتكلم عنها في الفيديو بتاع النهاردة، وشكرا ليكم.